ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. اعتذر لو لسه صوتي عامل شوية وهادي، بس برد يعني لسه حابه موجود. رجعنا بقى النهارده، يوم الجمعة، النهارده اجازة، فقررت ان انا اعمل روتيني في الدراسة وكده، يعني في البيت من غير الكلية يعني وكده. فبحس ان انتوا بتحبوا نوعية الفيديوهات اللي هي الفلوجات والحاجات دي، فقررت ان انا النهاردة اصور فلوج روتيني في البيت يعني وكده. فخلينا نشوف اليوم النهاردة هيمشي ازاي. حاليا حرفيا الساعة 3 العصر. اقول ليه انا ما بدأتش من بدري؟ عشان انا صاحية اصلا على اذان الظهر. طبعا انا باجي يوم الخميس برجع تعبانه جدا، ويوم الخميس ده اطول يوم عندي في الكليه، بيبقى كل حاجه ورا بعض حرفيا، ما بيبقاش عندي فراغ حتى في النص. الدول بتاعي بيبقى تقيل قوي حرفيا، فما بعرفش ان انا ارتاح خالص في اليوم ده، وبرجع فيه متاخر، يمكن برجع الساعه 7 بالليل. باجي حرفيا اليوم ده اني اخد الشاور واصلي واكل وانام على طول، ما بقاش حاسه بنفسي خالص، فبكون مش قادره، بصحى تاني يوم بالعافيه. النهارده الجمعه، فطرت حاجه خفيفه قوي لان معدتي رافضه الاكل بصراحه شويه، مش عارفه ليه، ماليش نفس من ساعه ما بدات الكليه كده، وحاسه ان انا نفسيتي في الاكل كده بقت حرفيا بالشكل ده. بس خير ان شاء الله، ممكن يكون بسبب البرد وكده. بقى ابدا اظبط جدولي، لان حرفيا عليا تراكمات من اول اسبوع. ازاي؟ مش عارفه، بس نظرا لان سنه تانية تقيله قوي بجد، فحاسه ان المواد كتيره وتقيله، فيها حاجات كتيره قوي المفروض نعملها، يعني زياده عن السنه اللي فاتت. يعني عندنا كمان برزنتيشن المفروض نقدمه في اكتر من ماده، فالمفروض ان احنا مقسمين بعض كجروبات والحاجات دي، فحاسه ان انا عليا حاجات كتيره قوي المفروض اعملها. المفروض اتعلم ازاي اعمل باوربوينت كمان، لان ده هحتاجه جدا في الكليه، فمحتاجه ان انا اتعلم حاجات كتيره قوي. حاليا انا بستخدم التابلت بتاعي مؤقتا لحد ما ان شاء الله اشوف هعرف اتعامل على اللاب ازاي. بس كده خلونا نبتدي يومنا ان شاء الله. انا عارفه ان اليوم بادئ متاخر شويه، بس مش مهم، يعني ممكن يوم الجمعه ده اليوم بتاع الاجازه اللي ببدا فيه متاخر، عكس يوم الثلاث والاربع، لان بيكونوا اليومين دول عندي ورا بعض على طول، فعشان كده بيبقوا واخده راحتي فيهم شويه عن يوم الجمعه، لان بكره عادي جدا انا نازله الكليه، بس مش نازله من بدري قوي، يعني محاضرتي الساعه 10. انا برضو مش هبدا مذاكره اللي هي الجامده، بس محتاجه انا اكون لما وعندي خلفيه عن كل المواد، عشان هي تقيله بجد، فيبقى مجرد فكره موجوده عندي عشان ما احسش ان عليا تراكمات كتيره من بدايه السنه. فخلونا نبتدي مع بعض ان شاء الله. اضغط ضغطة قوية عشان تكون قفزك قوية بإذن الله تعالى، وخذها قاعدة الآن في هذا العمر. إذا تتعب 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 تتعب، ترى بعدين تلعب 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 تلعب. الآن تبي توسع صدرك وتلعب تلعب تلعب تلعب، ترى بعدين تتعب 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 تتعب. وابن القيم يقول: من آثر الراحة، يعني من فضل الراحة فاتته الراحة. الخوف قبل التجربة عجز، ولذلك العرب مرة أخرى تقول: الخوف أشد من المخوف. أي. يعني الخوف نفسه هذا هو أشد من أنت خايف منه. أنت ليش خايف؟ طب أنت ما جربت؟ طيب ليش ما تقدم؟ أنت ما عندك قدرات، ما طيب أقدم. أخاف تقولوا عني أحمق. كل بدايات الناس بدأت بهذه الطريقة، والعناء في الابتداء. لابد أن تقبل ضعف الأداء والتقييمات السيئة في البدايات. لولا هذه البدايات الصغيرة لما كبر الإنسان. ولذلك لكل منا يوم أول. والنعيم لا يدرك بالنعيم. ولذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: لو أن الناس كلما استصعبوا أمرا تركوه ما قام للناس دنيا ولا دين. والبحث عن عمل مريح هو أول ثقب في سفينة طموحك. أنت توك بادي، يعني لا وراك عيال ولا أحد يطلع من المدارس، ولا وراك مسؤوليات وجسمك ولا صحتك ولا عمرك ولا خبرتك. تبي تدور لك مكان تندس فيه ووظيفته ما حد يدري عنك، وتجلس كذا ولا تقابل أحد وبس وينزل عليك هالقاطور. إذا وجدت مثل هذا، ما أقول وظيفة، مثل هذا المستنقع، يجب أن تقفز. ممكن واحد كبير في السن تعب قدم كل ما عنده، ممكن يروح يعني ينزو في هذا المكان، يمكن نجد له مبرر. واحد توه في بداية حياته يذهب إلى مثل هذه الأماكن التي لا يضيف فيها شيئا ولا تضيف هي له شيئا، لا شك أنه سيتآكل بالصدع.
متوقع، الأرزاق عند الله سبحانه وتعالى، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. لا يزعل بكرة إذا نادوه يا هيه يا ولد، لا يزعل، لا يزعل. في الصيف ضيعت اللبن، يمكن تصغير وكان عندك فرص، وكنا في زمن الآن مليان فرص، أنت كنت تبحث عن الأسهل. ودائما دائما طموح الإنسان مثل الموية، بيروح ثم سيكون هناك مستنقع من الإحباط ومستنقع من الشعور بالتفاهة واللا قيمة وتدني المكانة، لأنك أنت اللي بغيت هذا الشيء. ولذلك يقول ابن القيم، يقول والوصول إلى المطلوب مقرون بهجر العوائد. عاداتك أنت تسويها خلاص، الآن أنت الآن يعني كبرت، أنت الآن مسؤول نفسك، أنت الآن عيب تأخذ من أبوك ولا تأخذ من أحد ولا تتسلف ولا انطلق واشتغل وابدأ وابذل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يأخذ أحدكم حزمة حطب فيشتري بها خير من أن فيحتطب بها، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. لا، أن تنظر لنفسك نظرة مختلفة. يجب أن تنظر أنك الآن لست عبئا ولا يجب أن تكون عبئا. إذا نظرت بهذه الطريقة، لا اشتغل لو بأي شيء، والله أن رائحة العرق أجمل من عطورات الانتظار والعطالة. بخو قاعد وجالس ومبسوط والناس قاعدة تشتغل، هذولا اللي الله عز وجل يوفقهم والناس تحترمهم، وكثير من الناس سيسانده لأنه يراه بهذه الطريقة. وأن العرق أجمل من أن تضع رأسك على الوسادة ويقتلك الأرق. تفكر في عندك، ما عندك شيء، الناس تشتغل وقاعدة وتبذل وتجتهد وانت جالس ما عندك شيء. لسه مخلصة حاليا مذاكرة، حاليا الساعة 10:30. حاسة ان انا ارهقت، انا عارفة ان انا ما عملتش كل حاجة مفروض ان انا المها ومفروض اني اخلصها. مذاكرتش غير محاضرة ميتا ومحاضرة مولكيولر، وعملت assignment الجيناتكس. وغير ان انا ما بذاكرش الايام اللي انا بروح فيها الكلية، يعني الايام اللي انا بروح فيها الكلية انا برجع اصلي اكل انام حرفيا، هما بس يعني بجد ما بعملش اي حاجة تانية غير اني اروح انام على طول، عشان بجد امشي الساعة 6 الصبح للجامعة، فبيبقى الموضوع مرهق قوي بصراحة، فما بيبقاش عندي القدرة ان انا اذاكر او اي حاجة بصراحة. فبيبقى عندي بس 3 ايام الاجازة بتوعي، ف يعني مش عارفة بصراحة اقول ايه. هو حرفيا يومين اجازة، والجمعة كده كده اجازة يعني على كله مش حاجة، فانا بس عندي يومين يعني اللي ما بروحش فيهم الكلية. فمش عارفة اقول ايه بصراحة، مش قادرة اعمل اي حاجة تانية. وكمان انا ماكلتش خالص غير التفاحية اللي انا كلتها، ويمكن شربت اول ما صحيت كوباية شاي مع بقسماطية كده ولا حاجة. فمش عارفة ليه كانت نفسي مسدودة، بس حاليا انا جوعت دلوقتي، حسيت ان انا حاسة بالجوع، فهقوم اكل واعمل السكين كير روتين بتاعي اللي هو بتاع بالليل، واعتقد هنام لاني محتاجة اصحى بدري وكده. فمش عارفة يعني، هشوف لو نمت ما نمتش فممكن اقعد اتفرج على اي حاجة وبعدين انام. مش حابة ان انا ادوس على نفسي قوي من بداية السنة، عشان انا عارفة ان كده كده هدوس على نفسي بعدين، لان ده غصب عني مش اختياري مني خالص. فهقوم اعمل معاكم ختمة الفيديو، عشان لو ما صورتش تاني بعد ما اكل ولا اي حاجة، فانا هصور معاكم ختمة الفيديو كده. بعدها لو نمت وكسلت ان انا اصور الخاتمة فاكون عاملاها ومخلصة فعشان كتير قوي بنسى ان انا اعمل معاكم ختمة الفيديو. فاتمنى تكونوا حبيتوا الفيديو واستمتعتوا فيه. يا ريت تقولوا لي تحت في الكومنتس اذا كانت عجباكم الفيديوهات اللي من الشكل ده، واني اكتر من الفلوجات بتاعه المذاكره وروتين المذاكره عموما، سواء في كليه او في البيت مش هتفرق يعني. فيا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتس، وما تنسوش تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان هانت قربنا نكمل ال1000. بحبكم قوي، اشوفكم الفيديو الجاي باذن الله. مع السلامه. بقى ننهي الفيديو بشكل مختلف المره دي.
الله.